لو نفسك تبدا تتمرن وتغير شكل جسمك ما تقلقش. انا هنا هقول لك خطوه بخطوه تعمل ايه اول يوم ليك في الجيم عشان تبدا صح وتكمل وما تقعش في نفس الغلطات اللي بيقع فيها 90% من الناس. ازيكم يا جماعه، انا محمد مجدي، والنهارده هنتكلم عن اهم يوم في مشوارك وهو اول يوم في الجيم. وركز معايا علشان اديك خطه سهله تخليك تبدا من غير طول. واول حاجه لازم تعملها قبل التمرين هو الاحماء، والاحماء يعتبر الف ب تمرين، وما ينفعش تخش تشيل وزن قبل ما تسخن جسمك كويس. اول روتيتور كفر اللي بيخش معاك في جميع التمرينات، وهو يعد من اهم الاحماءات. والخطوه دي مهمه جدا عشان تحمي نفسك من الاصابات وتخلي عضلاتك جاهزه للتمرين. اول يوم مش مطلوب منك جدول معقد، هنركز على تمارين بسيطه للجسم كله وهو الفول بودي. اول تمرين معانا هو سكوات بوزن الجسم 3 مجاميع في 12 عدد. ده بيقوي رجلك ويجهزك للاوزان بعدين. تاني حاجه هو البوش اب او الضغط، بنش خفيف 3 مجموعات في 10 لعضلات الصدر والتراي. تالت تمرين معايا هو السحب الارضي او لات بول داون 3 مجاميع في 12 عده لتقويه الظهر. واخر تمرين بلانك 3 مرات في 30 ثانيه شد البطن وتقويه الكور. وبعد كده اعمل 10 دقائق كارديو خفيف زي العجله والحبل كروس. وما تنساش تشرب من كل مجموعه، تشرب ميه كويس، وبعد التمرين تشرب ميه كويس جدا. وجبتك لازم يكون فيها بروتين زي صدور الفراخ او البيض، ده بيساعد عضلاتك للتعافي اسرع. وكمان النوم مهم جدا، حاول تنام من 7 ل 8 ساعات لان جسمك بيبني نفسه وانت نايم. واول يوم ليك في الجيم مش هدفه تخرج مهدود او متكسر، الهدف انك تاخد خطوه صح وتستمر. واخر حاجه خليك فاكر ان الاستمراريه دي اهم حاجه، واشوفكم في الفيديو الجديد.